الامراض هذو مثلا الزهايمر، غير هو الفرق ما بين الزهايمر مثلا والباركنسون هو النوعيه ديال الخلايا. الباركنسون كيقيس لنا واحد الخلايا اللي كتنتج واحد الماده كتسمى الدوبامين، وهذه الماده هذه اللي هي ماده بحال الهرمونات، واحد الهرمون داخل الدماغ، هي اساسيه للحركه. يعني الناس اللي تيكونوا مرضى بالباركنسون تيكون عندهم مشكل ديال الحركه، المشكل ديال واحد الرعاش قبل من اي حركه غيديروا كيحسوا بواحد الرعاش، يعني يدهم كتحرك بواحد الطريقه غير لا اراديه، وهذا كيخليهم انهم غير قادرين انهم يديروا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحركات اللي هي حركات معقده. العكس ديال الجلطه الدماغيه اللي شفنا البارح، هاد الامراض هادو كيتطوروا بشكل بطيء جدا، يعني سنوات وسنوات وسنوات، يعني نقدروا نقولوا عشرات السنين. للاسف الوقايه ما عندناش، ما عارفينش ما يكفي اننا نحددوا بالضبط الاسباب اللي كتدي للتراكم ديال هاد البروتينات هادو خارج الخلايا العصبيه. هاد البروتينات في الحاله ديال الباركنسون كتسمى الالفا سينيكليين. ولكن كنعرفوا بان النوعيه ديال الغذاء مهمه بزاف، كتؤدي لبعض الحالات. كنعرفوا بان كاين بعض الحالات اللي هما حالات جينيه يعني وراثيه. كنعرفوا بان بعض المبيدات الحشريه، وللاسف بعض المبيدات الحشريه والناس اللي كيعيشوا في القرى وكذا كنشوفوا بان ارتفاع النسبه ديال الناس اللي مرض بالباركنسون كتكون عند الفلاحه وعند الناس اللي كيخدموا مع المواد الثقيله بحال المغنيسيوم، بحال الناس اللي كيخدموا في المينا، اي في الحفر الابار اكسترا، تكون عندهم نسبه ديال باركنسون طالعه بزاف. في الحقيقه هو مرض وظيفي، يعني كيقيس لنا الوظيفه، هو غير مميت، هو مرض غير مميت، ولكن كيقيس لنا الوظيفه اللي كيخلي ان الحياه معه على المدى البعيد شبه مستحيل، لانه واحد الوقيته كيولي المريض يعني في الحالات اللي واحد النوع ديال الخلايا العصبيه اللي كتنتج الدوبامين كتموت كامله، ما كيبقاش عندي الدوبامين في الدماغ، كيولي عندي المريض في واحد الحاله حركيه ما كيقدرش يتحرك، كتولي يديه عنده واحد الغش كنقولوا حنا مغشب، يعني مغشب، يعني ان العضله قاصحه ما بقاتش قادره انها دير اي حركه للاسف. من الناحيه ديال العلاج كاين ادويه، كاينين بعض الادويه اللي كتعوض ذاك الفقدان ديال ديك الماده ديال الدوبامين في الدماغ، ولكن كيبقى هذه الادويه هذه كتخدم على مده ديال واحد 5 سنين 10 سنين تقريبا، المريض كيعيش مزيان، ولكن من بعد هذه الماده هذه كتولي غير كافيه انها تعوض ذاك الدوبامين. كيولي المريض خاصو ياخذ الدواء كل ساعتين كل ساعه ونص. كتولي الامور شويه صعيبه. ممكن نفكروا في الجراحه، كاين بعض الطرق ديال تحفيز الدماغ اللي كيداروا في الحالات ديال الناس اللي الدواء ما كيدير لهم والو، ولكن كيبقى الغذاء الصحي، كيبقى الرياضه، كيبقى اننا نغسلوا الفواكه ديالنا، نغسلوا الخضر ديالنا قبل ما ناكلهم، لان تيكونوا فيهم المبيدات حتى هما ممكن يسببوا لنا في هذه الحاله المرضيه او هذا الاضطراب اللي تكلمنا عليه اليوم. غادي نرجع عندك دكتور، لان الحديث معك شيق ومعلومات قيمه كنقدموها اليوم بخصوص مرض الباركنسون اللي كيعانيوا منه الكثير من الناس، ولكن من بعد هذه الوصله الاشاريه. المبيدات اللي كتبقى على ظهر ديال الفواكه خاصنا نغسلوها مزيان. واخا الليمون واخا غادي نحيدوا ديال القشره ديالو خاصو يتغسل، حيت واخا البنان غنحيدوا ديال القشره ديالو خاصو يتغسل، لان دوك المبيدات هي اللي كتادي لذاك التراكم ديال داك البروتينات في الدماغ ديالنا. داك التراكم هو اللي كيخلي دوك الخلايا انها ما تقدرش انها ديال الخدمه ديالها، يعني حيت في الدماغ عندنا كنشوفوا بالميكروسكوب كنشوفوا التراكم ديال دوك البروتينات اللي هي توكسيك، كتكون محطوطه على الخليه كتقال حتى كتموت. يعني هذاك الموت كيكون بطيء جدا، يعني المريض كيكون بدا المرض ديالو عشرات السنين قبل ما يبان فيه المرض. يعني كيكون عندنا واحد نعم واضح دكتور. واش الناس اللي كيعانيوا من داء الباركنسون واش يكون عندهم الم، ممكن يكون عندهم الم مصاحبه لهذا الاضطراب؟ نعم، تكون عندهم الام في يعني في ليزارتيكولاسيون ديالهم، لان بكل بساطه الحركه كتكون صعيبه، العضله كتكون مكنزه مخشبه، هذا كيؤدي بان معصب، يعني العضلات ديالهم معصبين، وهذا كيؤدي الالم. ولكن في الحقيقه هو السبب علاش كنداويو هاد الناس هو الحركه كيكون عندهم واحد الرعاش ايسونسيال، يعني ان يدو كتولي كتحرك بشكل لا ارادي، كيكون جالس ويديه كترعش،
كيكون انه غير قادر انه يدير حركات صعبه، مثلا انه يحل باب الساروت او انه يشرب الكاس ديال القهوه بلا ما يخوي الكاس، ولا يعني دوك الحركات اللا اراديه كتسبب ليه انه اي حركه كيبغي يدير كتكون حركه غير صحيحه، ما كتمشيش بنفس السرعه اللي خاصو يمشي بها. مثلا الا بغى يشرب مثلا القهوه كيهز الكاس ديال القهوه بسرعه اللي كتخلي ان القهوه تكب، ولا كتبدا كتحرك يديها كتحرك. يعني هذا هو الاسباب اللي كتخلينا اننا نداويو الباركنسون. ولكن كاينين بعض الاعراض الاخرين اللي ما كنشوفوهوش، مثلا اضطراب في الشخصيه، القلق، تيكون عندنا مشاكل مثلا في الجهاز الهضمي، يعني القبض اللي كنقول ليه احنا القبض. المريض تيكون الحاله ديال النوم اللي كيكون ناعس كيتحرك بزاف، يعني كنقولوا لها احنا لوغاف اكتيف، يعني بحال ممكن يتكلم كاع، ممكن يتكلم حيت في الثقافه الشعبيه. نعم، ولكن الحركه بزاف، يعني الناس مثلا الازواج ديال الناس اللي مرض بالباركنسون، الزوج يقدر يضرب كيتحرك وسط النوم ديالو، لان الدماغ ديالو غير قادر انه ينيبي انه يحبس العضلات. يعني كما قلنا عندنا واحد ليبر اكتيفيتي ديال العضلات. وكاين كما قلت لك المشاكل في القبض، واهم واقدم يعني اول حاسه كنفقدوها في الباركنسون هي حاسه الشم. يعني الناس اللي مرض بالباركنسون كيفقدوا حاسه الشم سنوات قبل ما يبانوا عليهم الاعراض اخرين. يعني حاسه الشم هي حاسه كتفقد مثلا 5 سنين 6 سنين قبل ما يبانوا الاعراض الحركيه. واضح. اذا الناس اللي ربما كيفقدوا الشم في واحد الوقيته يقدر من بعد موراها مباشره بعد 50 عام، يعني 40 عام 50 عام. نعم، هنا كنتكلموا على هذه الفئه العمريه، الناس اللي كبارين، ماشي مثلا الناس واحد باقي صغير. دابا في الوقت الرهين كاينين الناس باقيين شباب، باقيين صغار 30 سنه، وكتلقى عندهم هذا المشكل هذا. واش هنا يقدر يدخل العامل ديال الوراثه ولا عوامل اخرى اللي كما تكلمنا عليها في البدايه؟ كاينين الناس شباب اللي كيكون عندهم هذا الرعاش، ولكن ماشي بالضروره الرعاش يساوي الباركنسون. يعني ماشي حيت عندي الرعاش كيعني بانني عندي الباركنسون. كاينين بعض الحالات اللي كنشوفوا الباركنسون في العمر ديال الثلاثينيات، هما الناس اللي كيكونوا خدامين بالمعادن الثقيله، يعني الناس اللي خدمتهم خاصو يتعامل مع الزئبق، خاصو يتعامل مع بعض الفوسفات، الفوسفات مثلا. الناس اللي خدامين كاع في المناجيم، الناس اللي خدامين في حفر الابار، يعني الناس اللي كيقلبوا اللي كيجمعوا دوك النيازك، الناس اللي كاينين في الصحراء عندنا في طنطان في زاكوره كيقلبوا على دوك النيازك. يعني الكونتاكت مع هاد لي ماتيريو لوغد، مع هاد المواد المعدنيه الثقيله جدا، كتسبب الباركنسون عند الناس الشباب. نعم واضح. فهاد الناس هادو ممكن ننصحهم في اثناء الاشتغال ديالهم، لان الظروف العمليه اللي خلاتهم يشتغلوا ويتواجهوا مع هادوك المواد، يوضعوا الكمامه، ولا كاينين دي ماسك اللي تيكونوا خاصين لهاد الناس هادو. خاصهم يديروا الاحترازات ديالهم. ومثلا الناس ديال المناجم والناس ديال الفوسفات كيكونوا عندهم اطباء ديال ميديسين دو ترافاي اللي هي ديال الخدمه ديالهم. نعم، باش كينصحوهم. هاد النصائح كما نصحتي الكثير من المستمعين ديالنا اليوم دكتور ياسين ياشو كان الحديث. نعم، بتنشر بان كاين الجراحه، الحاله ديال الجراحه ممكن اننا وكدار في المغرب. هذه جراحه جد معقده وفرحانين بانها كدار في المغرب منذ سنوات، اللي هي التحفيز الكهربائي لواحد المنطقه في الدماغ اللي كتؤدي اننا ننتجوا ديك الماده وننتجوا واحد الماده معاكسه لديك الماده، اللي هي جراحه معقده وفي الحقيقه جراحه معجزه، لان المريض كيفاش كيدخل وكيفاش كيخرج من العمليه يعني مختلف تماما. ولكن للاسف يلاه 3 ولا 4 ديال المراكز في المغرب اللي كيديروها، ولكن هذا شيء مشرف جدا. يعني ممكن نعالجوا الباركنسون في الحالات الجد متقدمه، الحالات اللي الدواء ما بقاش خدام، عاش مثلا 20 عام وهو مريض بالباركنسون، الدواء ما بقاش خدام ليه، ممكن انه يدير الجراحه وكتسمى دي بي اس، يعني الجراحه التحفيز الكهربائي البروفون. نعم. اذا كنتمناو لكم دكتور التوفيق في المجال اللي كتشتغلوا فيه، كما كنتمناو التوفيق لمثل هاد الدكاتره والبروفيسور اللي كيجتهدوا بطبيعه الحال في هذا المجال، وكنتمناو الشفاء لكل مريض يعاني من هذا الاضطراب او هذه الحاله الحركيه الباركنسون. وكنذكروا بانك طبيب باحث في العلوم العصبيه وجراحات الدماغ الوظيفي بباريس بالديار الفرنسيه. دكتور ياسين ياشو، كنشكرك على المشاركه ديالك معنا هذا الصباح. يومك سعيد. شكرا.